اللهم إني أعوذ بك من عين تصيب القلب فتحزنه، والرزق فتنقصه، والبال فتتعبه، والنجاح فتفشله. جمعة مباركة عليكم جميعا حبيباتي. ان شاء الله النهاردة روتين يوم الجمعة هو من احب الايام على قلبي، ودايما يوم الجمعة بيكون يوم مميز جدا. علشان كده انا حبيت اللي انا اصوره كده معاكم بتفاصيله، ونشوف هنعمل ايه في اليوم ده مع بعض. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. واتمنى لو انت اول مرة تشوف قناتي تضغط على كلمة اشتراك وتختار على كلمة الكل، وتكوني اختي من اخواتي، والقناة تكبر بيكم ان شاء الله. من اساسيات يوم الجمعة بقى الفطار. طبعا ممكن كل يوم نفطر اي حاجة خفيفة سريعة كده، سندوتش بجبنة او قرصة او قطعة كيك. لكن يوم الجمعة بقى لا، لازم كده نعمل صينية فطار كده. فطبعا انا عشان عدد اسرتي صغير فانا هعمل حاجات هتكون على قدنا بقى. ممكن نعمل فول، طعمية، بطاطس. المهم ان هي حاجة حرشة ويكون فيها زيت كده. فانا طبعا كان عندي كيس كده من العجينة حمرته كده، بحب احطه طبعا على الطعمية او الفلافل على حسب ما بتسميها، وبحب احطه فيها سمسم. الفول ده طبعا ماما اللي عاملاه، فانا كده يا دوبك حطيت معاه كده معلقه صغيره من السمنه البلدي ورشه من الدقه اللي هي الفلفل والملح والكمون. وبحب اعمل الفول بالسمنه البلدي، وكمان بحب احط عليه طحينه. بس الاولاد ما كانوش راضيين على فكره، كانوا هم عاملين يقلبوا حتى هيحصل دلوقتي كده اشتعال مع السمنه. هم اللي بيقلبوا كده، فالسمنه هتيجي على طرف الطاسه كده وهتعمل اشتعال. بس الحمد لله يعني ربنا ستر. انا بحب زي ما قلت لكم اعمل الفول بالطحينه، لكن هم كانوا حابينه كده بالسمنه البلدي بس. وطبعا بقى ممكن نغير فيه، ممكن نعمله بالطماطم والفلفل. هو ليه يعني ايه كذا طريقة. المهم ان احنا عملنا فطار على غير العادة. دايما فطارنا بيكون زي ما قلت لكم كده، بتكون حاجة خفيفة، لان احنا بنتغدى بدري. ما بحبش اخر شايفين النار، ما بحبش اخر الغدا. الحمد لله يعني ربنا ستر. هقول لكم بس معلومه صغيره للبنات اللي بتحب تقلل في كميه الدهون. ما تحطيش الماده الدهنيه وتنزلي عليها بالفول. لا، حطي الفول وبعدين حطي قطعه سمنه او قطعه سمنه يكون اصح يعني. دي هتبان طعمها اكتر، وهيكون انت مستخدمه كميه صغيره. اما تحط السمنه فوق الفول بعد ما يتعمل او يقرب يتعمل يعني يغلي يعني، الماده الدهنيه او السمنه اللي انت حطيتيها بتبان اكتر. لكن لو انت حطها في الاول هتحط كميه اكتر. انا هنا حطيت عسل، وحطيت عليه كده الطحينه دي اللي انا كنت شاريها معاكم من الشهر اللي فات من فتح الله. ما كنتش استخدمت منها الا حاجه بسيطه، بس انا شايفاها زيها زي التانية يعني. زي اللي انا بجيبها العاديه، هي كانت اغلى شويه، كان الكيلو ب100 حاجه و90 جنيه. بس هي برضو زي ما انتم شايفين المفروض ان هي ده سمسم مطحون بس معلوش اي اضافات. بس مش عارفه هي ليه صفت زيت كده من على الوش. وعملت بقى الطعميه كده وقطعه كده من الجبنه البيضه القديمه. الاولاد بتحب في الفطار اي حاجه يعني مسكره، سواء عسل، سواء مربى، سواء حلاوه. المهم اي حاجه من دي. وطبعا تقطعت طماطم وفلفل. كانوا هما هنا خديجه بتعمل لكم لايك. هما بيكونوا فرحانين جدا لما يحبوا ان هما يشاركوا معايا وانا بصور في اي حاجة. أنا بصور يحبوا هما يدخلوا معايا كده. وعلى فكرة بيحبوا كمان حاجة، اما اكون منزله فيديو جديد، لو انا عارفين مثلا انا بمنتج او كده، يقولوا لي الفيديو جاب كام مشاهدة يا ماما. بيحبوا هما الحاجات دي، لان عارفين ان الحاجة دي بتفرحني. فلما اقول لهم ده جاب مشاهدة كويسة بيبقوا هما مبسوطين. نيجي هنا بقى للغدا. حضرت الغدا على طول لان كنت محتاجه ان هو يتبل شويه. الغدا بتاعنا هيبقى كده اكل مطاعم، كريبات بقى كده، حاجه محترمه يعني. فانا كان عندي كميه الصدور دي، هو اللي كان الصدر بتاع الفرخه ما كانش كبير، فانا عملت الكميه كلها. بحب دايما لما اعمل اي حاجه فيها بانيه ما اعملش على قد الغدا بس، لا بحب اعمل كميه بحيث ان انا احط في الفريزر اللي هي بقى ايه الاكله او الغدا المنقذ يعني. حاجه تكون جاهزه على التحمير على طول، ما تاخدش مني وقت. دايما بحب احط وجبات في الفريزر للطوارئ. لا قدر الله انا تعبانه، حد من الاولاد تعبان، لان اولادي من نوع ما يكونوا تعبانين ما يحبونيش ان انا اقف في المطبخ كتير.
وكمان مثلا لو انا في مشوار واتاخرت او اي حاجه من دي، فلازم ان سواء وجبات من الفراخ او وجبات من اللحمه، تكون كفته مثلا، برجر، اي حاجه من دي تكون عندي في الفريزر. فانا طلعت الكميه دي اللي هي الست صدور. يعني هنا بشيل اللي هي بتبقى الجزء الفيليه على جنب، وبرضو لو فيها قطعة كده مشنشرة او مش مظبطة يعني برضو بشيلها كده على جنب، وباخد الكميات المتساوية عشان هعمل بالكمية دي كلها ستريبس، والجزء الباقي هعمل بيه شاورما. شايفين انا بقطعها كده طرنشات. وعلى فكرة برضو لو انت عندك كمية من الفيليه دي تقدر تعملي بيها ستريبس، بس عشان هي بتكون ناعمة وانا عايزة كله يبقى نفس الحجم، فانا خدت الجزء ده بدل ما اخد صدر اقطعه اللي هو اعمله شاورما، والجزء التاني اعمله ستريبس. لا، فانا خدت الاحجام المتساويه كلها للستريبس، والجزء بقى الاجزاء اللي هي الصغيره او بتكون رقيقه او في نهايه الصدر بتاع الفرخه دي اللي انا هعمله شاورما، بقطعه معاكم صغير كده. هنا بقى التتبيله بتاعه الستريبس هتكون ايه؟ بصل بودر معلقه صغيره، بصل بودر معلقه صغيره، توم بودر. هنا عندي البهارات الفراخ، وعندي كمان ملح وفلفل اسود، وعندي الكاتشب وصوص الباربيكيو. صوص الباربيكيو او دبس الرمان او الصويا صوص او المستردة، الحاجات دي ضروري تكون عندك لو انت بتستخدمي بتحبي توصلي لاولادك النكهه الاكله اللي انت بتعمليها، سواء ستريبس او شاورما او ايا كانت تتبيله الفراخ. اكل المطاعم هي الفرق ما بيبقاش في التوابل قد ما بيبقى في الصوصات. فطبعا الصوصات انت بتجيبيها يعني بيكون مثلا وليكن لو سعرها حتى غالي شوية بتقعد معاكي سنة او اكتر، طبعا على حسب استخدامك. انا هنا قطعت الجزئين. هنيجي بقى زي ما بقول لكم للاستريبس. انا هتبله علشان قبل، انا في اليوم ده على فكرة كنت صاحية من بدري، ممكن كان من 8 الصبح كمان او قبل كده. في دوبك فطرت وشطبت الاطباق بتاع الفطار، وبدأت بقى كده ايه ان انا اتبل الفراخ. هنزل كده بمعلقة كبيرة من الكاتشب ومعلقة من الصوص الباربيكيو. صوص الباربيكيو بيودي الفراخ بصراحة في حتة تانية خالص، طعمه بيكون جميل جدا جدا. وكمان على فكرة انا بستخدم صوص الباربيكيو في صلصة البيتزا، وعملته معاكم قبل كده برضو، بيخلي البيتزا الصلصة بتاعت البيتزا زي بتاعت المحلات بالظبط. هنا بقى دي افتكاسة كده من عندي، بس انا بحبها بصراحة، رشة بسيطة من الزعتر، ممكن طبعا تقدر تستغنى عنها، لكن الاساسي اللي هو الكاتشب وصوص الباربيكيو وبهارات الفراخ، واللي هي ال11 بهار، وكمان بصل بودر وتوم بودر وملح وفلفل، بس كده. وكمان حطيت كده شوية من المية، لان الاستريبس انا اعمله من غير لبن ومن غير بيض. فانا حطيت كده حوالي ربع كوبايه من الميه، ولما لقيت الصلصه اللي هي الكاتشب قليل شويه زودته. ولان الاستريبس بيكون التتبيله فيه مش عايزين بقى نحط بيض والكلام ده، لان احنا عايزين التتبيله دي تتعمق كده في الانسجه بتاعه الستريبس او قطع الدجاج، فتكون اما نيجي نحطها بقى في الدقيق وكده قطعه الدجاج من جوه تكون واخده اللون اللي هو اللي انتوا شايفينه ده، ما يبقاش ابيض شفاف، اللي هو ما اتبلتش او التتبيله ما ثبتتش عليه او تعمقت فيه يعني. نيجي بقى هنا ده للاكله التانية اللي هي الشاورما. طبعا الشاورما مش هعملها النهارده، انا هجهزها واتبلها واحطها في الفريزر بقى. ممكن اعملها بيتزا، ممكن اعملها فطيرة، اي حاجة. هنا صويا صوص هحط برضو شوية. الصويا صوص ده انا كنت جايباه معاكم 3 مع بعض، صويا صوص وصوص الباربيكيو، بس لسه ما استخدمتوش يعني. ودبس الرمان انا ما استخدمتش لسه، بس الا الصويا صوص، لان زي ما شفتم لسه عندي صوص الباربيكيو. وعندي هنا بقى شوية من بهارات الفراخ، وهحط كمان شوية من البهارات الشاورما بتجيبها من عند العطار. البهارات ديت عادت موفرة على فكرة، احسن ما نجيب بقى كركم و... وجنزبيل وبهارات كتيرة كده مع بعضها. لا، انت مثلا بتجيبي للشاورما بهارات الشاورما، وللكبدة بهارات الكبدة، والحواوشي بهارات الحواوشي. بتجيبي مثلا وليكن ب10 جنيه بتاخدي منها المعلقة كبيرة على النص كيلو، بتكون كمية محترمة يعني، لان طبعا في انواع كتير اللي هي كنور والكلام ده، كل الكلام ده مقاطع.
انا عندي هنا بقى كده نزلت برشة برضو كويسة من الفلفل الاسود. الشاورما انا هزودها كده بدون سوائل، يعني شوية توابل، وحطيت كده معانا معلقة صغيرة من المستردة. ما تكتريش في المستردة لان ما بتكتر بتدي طعم مش كويس، لكن لما بتكون النسبة اعتيادية بتكون كويسة جدا. ده كده تتبيلة الشاورما، ولا هحط ليمون ولا هحط خل ولا الكلام ده كله، لان انا هحتفظ بيها في الفريزر، فانا مش عايزاها اصلا. الحاجات دي كلها الحمضيات بتساعد انها تعجل من السوا بتاعها، لكن كده كده انا هحتفظ بيها في الفريزر. يعني استوت شوية يعني وليكن 50%. نيجي هنا بقى لأحلى حاجة في فقرة يوم الجمعة اللي هي البخور. أحلى حاجة في اليوم الجمعة إن احنا نشغل البخور وقت صلاة الجمعة. كان جاي لي بقى البخور والمبخرة دي من السعودية. أنا أساسا من عشاق البخور، أنا ممكن عندي استعداد كل يوم أشغل بخور. أنا بحب هدايا البخور جدا، يعني أنا حاجات كتيرة تيجي من السعودية كويسة وقيمة، بس أنا بيتهيالي أنا بالنسبة لي طبعا بعد المصحف المصحف العثماني هو البخور. فانا بصراحه كان نفسي جدا 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 من اللي هو البخور القطع دي. ده كده شكل الفواحه بتاعتي، وده البخور اسمه عاشق العود. اللي بحب البخور اللي يبقى قطع، لان بيبقى في الاشتعال بيبقى اولا ريحته حلوه جدا، وكمان في الاشتعال زي ما بقول لكم بيطلع يعني كميه كويسه من البخور والريحه الكويسه في البيت. طبعا مش عايزه اقول لكم، يعني احنا كلنا عارفين ان البخور بيطرد الشياطين، فانا على قد ما اقدر بحب اللي انا ابخر البيت. ده قطعة من الفحم سريع الاشتعال، هو بيبقى مكعب، فانا بقسمه النص واشوفه يا دوبك حطيت قطعة صغيرة كده ما شاء الله هتطلع معايا وهتبخر الشقة كلها. حطيت كده قطعتين، والله يا جماعة انا مش عايزة اقول لكم ان انا كان نفسي قد ايه، ولفيت عليه هنا في المنصورة اللي هو البخور القطع ده، واللي لفيت عليه برضه ولسه مش لاقياه اللي هو الكماشة الصغيرة اللي بتمسك بيها الفحم او بتمسك بيها السكر المكعبات دي. بصراحة برضو انا مش لاقيها خالص، فان شاء الله زي ما جالي كده البخور هدية، وكانت هدية بالنسبة لي حلوة جدا جدا. فان شاء الله برضو هلاقي الجزء اللي انا الماسك كده، اللي انا امسك بيه الفحم، واللي انا امسك بيه برضو السكر المكعبات. هنا بقى كانت صلاة الجمعة، ولادي ما كانوش عايزين الا القناة دي، مش عارفة هي كانت خطبة وكل حاجة، بس انا دايما بحب اجيب القناة الاولى او القناة التانية. بس هم بقى محمد كان وقتها نزل يصلي، وخديجة هي اللي كانت قاعدة معايا. لازم طبعا طالما احنا مشغلين بخور يبقى الشبابيك كده مفتحة عشان الشياطين تنطرد، وكمان عشان الطاقة السلبية. ودوبك كده بقى انا سبتها هنا، وخديجة عمالة بتلف كده حوالينه عايزة ان هي تمسك وتبخر زي ما انا بعمل كده. فانا بقى سبتها الفحم كده والبخور ما شاء الله شغال ما شاء الله. عشان بقى ندخل طبعا وقت صلاة الجمعة يدوبك على طول نصلي الجمعة حاضر، لان بيكون لها يعني طول ما انت بتصلي صلاة الجمعة والخطبة شغالة برا بتحس فعلا انك بتصلي صلاة الجمعة، لكن لو الخطبة خلصت لا بيبقى اليوم يوم عادي خالص. فبعد بقى صلاة الجمعة كده وصلينا، مين بقى طول عمره بيحب يتفرج على برنامج زينة اللي بيجي على القناة التانية بعد الخطبة على طول؟ كان بيجي عالم الحيوان، وكان بيجي بعد زينة. انا بالنسبة لي زينة واللي هو عالم الحيوان كان بيجيب معلومات حلوة جدا عن الحيوانات، فانا كنت بحب يعني القناة التانية اول ما الخطبة تخلص نجيب يجي برنامج زينة. كان دايما بيجي فيه اللي هو فقرة للأطفال وفقرة للطبيخ، فأنا كنت بحب فقرة الطبخ جدا. فانا بصراحة قلت اخد لكم كده ايه مقطع صغير منه. نيجي هنا بقى للشاورما او للغدا بقى. الكيسة دي كيسة الشاورما اللي انا هحتفظ بقى خلاص كده في الفريزر. انا كنت سبتها حوالي ساعتين عشان تتبل قبل ما احطها في الفريزر، وكيستها كده وعينتها. نيجي هنا بقى البطاطس اللي احنا هنحمرها للستريبس. انا كيسة الستريبس وانا في المول بسأل عليها، الكيسة كيلو، مش فاكرة كيلو او بس هي ايوه كيلو، كانت ب220 جنيه. طبعا الفراخ بتبقى بقى الكفر عليها والكلام ده، فليه وانا بقى يعني انا اما احس ان انا هكسل كده ومش عايزه ان انا اعمل وجبات من دي، بروح اشوف الاسعار في المول بلاقيها بصراحه بتكون غاليه اوفر،
وكمان برجع اقول لا طب انا عندي الحاجه في الفريزر، طب انا اروح بقى اجيبها واحضرها. بتكون متعبه شويه لان انا على فكره مش بحب فقره الدقيق والبيض والكلام ده كله، فعشان انا ما بحبهاش، فما باجي اعمل كميه احب اعمل كميه زي ما بقول لكم تكفيني يومين و3 في الفريزر. نيجي هنا بقى للكفر. كوبايه ونص من الدقيق، نص كوبايه من النشا، معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه من بهارات الفراخ، رشه فلفل اسود، معلقه من الملح. بنبهر الدقيق. كوبايه ونص من الدقيق، نص كوبايه من النشا، ومعلقه من الملح وشويه من الفلفل الاسود وشويه من البهارات، وضروري شويه من البيكنج باودر بهارات الفراخ. هنيجي هنا بقى للستريبس. الخطوه اللي انا بعملها دي انا ما بحبهاش. ليه؟ لان انا كده حاطه الفرخه او قطعه الدجاج من غير ما اضغطها. انا بحب اللي انا اضغطها، بس انا هعمل معاكم جزء كده وجزء كده، وهتشوفوا دلوقتي معايا. عشان طبعا عايزه الكفر يكون قوي عليها، بتحطيها في الدقيق، بتعفريها بالدقيق المبهر دي، وترجعي طبعا تحطيها في الميه المبهره او في التتبيله، وترجعي تاني تحطها في الدقيق. اسهل حل عشان تتخلصي من كميه الدقيق الزياده هي المصفى دي او الصفايه دي. بتحطها فيها كده وتقلبيها كويس، بتشيل لك كل الدقيق الزياده. حطيت كده قطع الاستريبس واحطها تاني، ارجع احطها تاني في الدقيق. دي بتدينا الكفر بيكون قوي شويه، ما بيبقاش ضعيف، وكمان بيكون طعمه مقرمش ويكون طعمه حلو جدا. على فكره كنت عايزه اعمل مع قطع الاستريبس اللي هو الرز الريزو، بس انا كنت جايبه في اليوم اللي قبله دقيق عيش الكريب من السوق، فانا قلت بقى خلاص عشان انا محتفظه بيه في التلاجة وعشان ما يتبهدلش وكده. انا كده كده عارفه. شايفين الخطوه اللي انا بعملها اللي انا بضغطها دي انا بحب اعمل الاستريبس كده. اولا بيزيد من حجم الدجاج، ما ياخدش وقت في السوا، وبيوسع كده في الانسجه بتاعتها، وكمان ما ياخدش وقت زي ما قلت لكم في السوا. قلت بقى ايه، نرجع للرز الريزو. قلت انا هعمله من الجزء اللي انا هحتفظ بيه في الفريزر ان شاء الله، لان الاولاد كانوا عايزين مني كريب. الكريب دلوقتي انت هتجيبي الواحد ب100 جنيه. ايوه، هو حتى لو كلفك في البيت بس عمر ما هيكلفك الكلفه اللي انت جايباه من بره. انت اساسا بتجيبي سندوتش الستريبس من بره او البانيه يعني في الكريب، عمره ما بيكون فراخ، بيكون معجون فراخ. اللي انا عملته معاكم قبل كده اللي هو الناجتس. شايفين بقى وانا بضغط كده قطع الفراخ، بضغطها كده بايدي بكفة ايدي، وساعات برضو بكون ضغطها قبل ما اتبلها كمان. بس هي الخطوة ديت انا يعني ايه نسيت، لان انا كنت اكتر حاجة يعني عايزة اعملها اللي انا اتبل الفراخ واسيبها في التتبيلة اطول فترة، وكمان عشان اول ما اصلي واخلص ادخل احضر السندوتشات على طول. انا بالنسبه لي طالما الفراخ بتكون جاهزه يبقى هو كده سندوتش الكريب اساسا جاهز. انا بقى طلعت كل الحاجه زي ما انتم شايفين كده على جنب، اللي هو الفلفل الالوان، وطلعت الجبنه الموتزاريلا الطبيعي اللي انا دايما بجيبها معاكم من فتح الله، وايه تاني، والزيتون والصوص كاتشب بقى او مايونيز اللي انت عايزاه، بس انا دايما بحب الميكس. دي كده الكميه بقى. البطاطس ما شاء الله شايفين لونها بعد ما طلعت ما شاء الله. هنيجي بقى للزيت بتاع البطاطس. طبعا احنا لسه مستخدمينه، وانا عشان ما شاء الله يعني هقلي كميه فيها، فانا قلت بقى خلاص كده طالما انا حطيت فيه الستريبس ما عادش هيتقلى فيه بقى، هتخلص من الزيت ده. فبدل ما احط زيت تاني واسيب زيت البطاطس على جنب اقلي فيه بطاطس تانية، فهو على ايه من كل ده؟ هيبقى احطه بقى ورا بعضه، وبعد كده اتخلص من الدقيق. على فكره ما قلبتش على طول، انا كنت فصلت الكاميرا وكنت حاطه على درجه حراره عاليه. اول ما نزلت كده قمت مهديه شويه عشان طبعا الفراخ تستوي. وزي ما قلت لكم لما تضغطي الانسجه بتاعه الفراخ ما تاخدش منك وقت خالص في السوا، وكمان احنا متبلينها، فكل ده بيساعد فيها بعمليه السوا، على الرغم ان احنا ما شاء الله ما حطيناش ليمون ولا خل ولا اي حاجه خالص. جربي الستريبس بالطريقه دي وان شاء الله هيعجبك. لكيت انا معاكم كتير النهارده بقى، معلش صدعتكم، بس هو كان يوم خفيف ولذيذ، حتى لو السندوتشات كان وقتها متعبه، بس اول كده من الاولاد تاخد القطمه منه وتحسي ان بتاكلي اولادك حاجه كويسه وحاجه انت ضمناها. انا مش هكذب عليكم، اوقات ايوه بجيب لهم من بره بس مش كتير، وما بكرهاش الا مثلا في المناسبات، او لو احنا بره، ومش كل لما نكون بره في المنصوره نجيب
يعني في ايه، في حاجات كده انا بكون حطاها. مش معنى ان احنا بره يبقى لازم كل مره ناكل في مطعم. ايوه ممكن ناكل، بس مره في الشهر، مره كل شهر، كمان شهر ونص او حاجه. فاهمين قصدي؟ لكن طبعا الاكل اللي انا اقدر اعمله لهم في البيت، اكل المطاعم، احنا اولادنا واحنا كمان قبل اولادنا احنا طالعين ميالين للاكل اللي هو التيكاوي، مش حابين بقى الرز والخضار والكلام ده كله. شايفين بقى ده كده اللون بتاعه بعد ما طلعت كده بصفيها كويس من الزيت. عشان كده انا دايما احب اعمل الحاجات دي في البيت، لان هو ده الاكل اللي انا احس ان الاولاد بتاكل فيه وبتكون مقتنعه كده وبتكون شبعانه. لكن الرز والخضار انا ما بقتنعش باكل اولادي خالص للاسف. في الرز والخضار او الرز والشوربه ما تعودوش معايا على كده. ده بقى كميه الستريبس اللي انا هعملها. انا كنت عايزه اسمعكم كده الصوت، ان هي ما شاء الله كان بيقرمش وكان جميل جدا. وطبعا ما استخدمناش فيه ولا لبن ولا بيض ولا اي حاجه، هو شويه ميه وشويه بهارات. ما شاء الله كان مستوي، كان طعمه حلو جدا. الاولاد كانوا عايزين ياكلوه كده. وطبعا الطبقين دولت انا كده جهزتهم للطوارئ او ليوم بقى انا ورايا في شغل في البيت زي ما قلت لكم، او ورايا مشوار او ايا كان، او حتى لو انا هعمل كريب تاني. فبالنسبه لي هجيب العيش الكريب واطلع الجبنه والفراخ من الفريزر والزيتون وخلاص، وهعمل احلى سندوتشات كريب. على فكره الفيديو ده مش يوم الجمعه دي، لا هو اليوم الاسبوع اللي قبل اللي فات. يعني مش الجمعه اللي هي كانت امبارح، لا الجمعه اللي قبلها. بس انا كنت مصوره الفيديو، بس بصراحه كان مزاجي ما كانش حلو خالص، ما كانش عندي نفس خالص ان انا امنتج الفيديو. فقلت بقى لا، يبقى احنا كده نتشجع ان شاء الله. جالي كومنت حلو كده على الفيديو من الشرايط اللي انا منزلاه. انا بتشجع بيكوا وبحب اشغلك، وانتي اشغل فيديوهاتك وانتي وانا بعمل شغل البيت. فبصراحة قلت لا، يبقى انا بصراحة يعني ايه، كلمة بس منكم بترفع من روحي المعنوية جدا. هنا بقى السندوتش حطيت فيه الصوص وبقطع كده قطع الفراخ، بحيث ان الاولاد لما تيجي تقطم ما تبقاش قطعة الفراخ طويلة كده معاهم. وحطيت فلفل الوان. طبعا اللي انا بعمله ده ليا، طالما حطيت فلفل الوان وحطيت زيتون يبقى ليه. انا اولادي بيحبوا السندوتش يا دوبك كده الفراخ والبطاطس والكاتشب والجبنه بس كده، ولا عايزين زيتون ولا عايزين فلفل. انا لو طول املاه فلفل وزيتون، يعني بحب ميكس الخضار جدا مع الفراخ. ده كده انا قفلته. لو تلاحظوا التقفيله سهله جدا ما فيهاش حاجه، لان في بنات ما تعرفش تلف لفة الساندوتش. انا طبعا كان نفسي اعمله كونو، بس الاولاد دايما بتحب الحاجه اللي تكون صغيره. فانا دايما على فكره كل حاجتي بعملها بحاجات صغيره، حتى القرص، اي حاجه عندي انا بعملها صغيره، حتى اطباق الجيلي، لان الاولاد بيحبوا دايما الحاجه الصغيره، ما يحبوش الحاجه الكبيره. فحطيتها كده في الساندوتش ميكر. ما شاء الله منجز جدا. على ما احضر السندوتش او احضر سندوتشين يكون ما شاء الله هو طلع. كنت اعطيله مسحه كده بسيطه خالص من الزيت، وبيكون السوا فوق زي تحت ما شاء الله يعني. بحط هنا برضو زي ما انتوا شايفين، هي الصوره بتتكلم عن نفسها. قولي لي بقى يا بنات، ايه رايكم في الفيديوهات بتاعت الفتره الاخيره، وايه رايكم في التصوير؟ يعني اتمنى كده ان انتم تكتبوا لي رايكم. انتوا بتشوفوا الفيديوهات بس انتوا بتكسلوا تكتبوا تعليق او كومنت، فبصراحه انا بزعل منكم جدا في الحته دي.